بقى في العيد ده بتفكر في الشاي باللبن والكحك. انا ككيف قهوه كل اللي بفكر فيه فنجان القهوه بتاع الصبح ده، فلازم اعمل توليفه تظبط لي دماغي. فتعالى اقول لك على توليفتي. بحب القهوه بتاعتي كده تكون واخده تيست مقارب لتيست الكولومبي، وفي نفس الوقت ما فيهوش اي نسبه مراره، فباخد لها 100 جرام من البن الجيتوماني اللي هيدينا نفس تيست الكولومبي بدون اي نسبه مراره. انت بقى القهوه اما تكون دايبه في بقك كده وتكون كريمي جدا، فباخد لها 75 جرام من ملك الكريم وهو البن البرازيلي. ما تقنعنيش ان في فنجان قهوه حلو ما يكونش ريحته حلوه، فهاخد لها 50 جرام من ملك الريحه هو البن الحبشي، 20 جرام من البن الهندي الروبستا. طعمه مش هيظهر في قلب الخلطه بس هيظبط لك القوام ويخليك القهوه ما تصيصش. ليفه تنفع ساده وتنفع محوج، بس انا هحوجها فهحط لها 10 جرام من الحبهان، وحدتين قرنفل صغيرين بيخلوا ريحه القهوه حلوه، 2 ورد صغيرين برضو بيخلوا ريحه القهوه حلوه، ده من جوز الطيب وده اختياري مش اجباري، عودين من الجينسنج. وشوف الجينسنج عندنا عامل ازاي، بجد انت محتاجهم قوي. ده اجباري بقى مش اختياري، عشان احنا في ايام العيد طبعا كلنا بنبقى مفرهدين، فمحتاجين حاجه تدينا طاقه وباور. هننزل بالكلام ده كله وبعدين هنقلبه ونروح نطحنه. بس قبل ما نطحنه انا علاء فوده وبقدم لك محتوى عن القهوه.